السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلقة 655 ورجعنا لكم اليوم بفلوج جديد من مدينة حيدرباد عاصمة البرياني زي ما هي معروفة. الزبدة فلوج اليوم حبينا نصور لكم لأن مطولين من اليوتيوب وش بيصير وش بيسوي بتشوفوه معنا في الفلوج إن شاء الله. معنا شباب طيبين هنا شباب، فخلوكم معنا. إن جاء الأوبر بنروح مطعم برياني كذا، قالوا أحسن مطعم في حيدرباد نجربه ونعطيكم الخبر إن شاء الله. طبعا يا جماعة الخير رايحين الحين زي ما قلنا لكم على مطعم بهار. طبعا مطعم مشهور بالبرياني الكذي، اتصور يا كثير سالوني عن البرياني في حيدرباد، وكانوا يسالوا يعني مو في حيدرباد بشكل عام في الهند. الهند معروفة بالبرياني، حتى في السعودية في اي مكان. الزبدة هنا في حيدرباد مطعم بهار هذا لا اكثر من 52 سنة، من 1973 ومشهور وزحمة دائما. ان شاء الله الحين يكون يعني شوي فاضي، يعني ما اعتقد ابدا بما ان اليوم الجمعة وبعد صلاة الجمعة وقت الغداء راح يكون زحمة. فبنروح نسوي لكم تغطية خفيفة، راح نشوف كيف اسعارهم، هل البرياني فعلا يستحق هذا الكلام. طبعا في جوجل ماب تقييمهم فوق ال 52,000 تقييم عندهم يعني، والكل من زمان لو دخلتوا اليوتيوب مقاطع من 5-6 سنوات اليوتيوبر العرب مصورين ان احسن برياني واتفقوا عليه كلهم. فاليوم ان شاء الله بنروح نجرب البرياني او الفيش برياني ونعطيكم راينا وراي الشباب، فخلوكم معنا. طبعا يا جماعة الخير هذا هو مطعم بهار. فشو الزحمة سرة طابور، وندخل نشوف. كان قسم العوائل فأتوقع القسم الثاني من قدام، والله أعلم. فبنروح نشوف الخير، بنجرب الدجاج السمك واللحم. بنشوف كيف تجربة ونشوف. طيب يا جماعة الخير أهم شيء طوى الزبادي ذا كذا، هذا معروف، هذا أهم شيء. الصوص هذا خفيف كذا على الخفيف، يا سلام. جماعة الخير بسم الله نجرب المطعم برياني حقهم. بسم الله. في شوية سبايسي. جرب الفش. ذكرني بالسمك حق السعودية البحر الأحمر، بس ممتاز والله. برياني ممتاز مرة. طبعا حاولنا ناخذ زيرو سبايسي، بس مع ذا كله هنا في سبايسي يعني في اللحم وكذا، بس الرز زيرو سبايسي، والرز مطبوخ بطريقة فنانة. زبدة نكمل كذا ونرجع لكم. يا جماعة الخير الحمد لله تغدينا خلصنا. هذا المطعم اتوقع انه سووا له تجديدات الفترة الأخيرة يعني، بس للأمانة يعني شوفوا هو ممتاز. انا جربت محلات برياني كثير، ما ادري اذا صورت ولا لا، بس جربت محلات برياني كثير في كامباتور ولا في اماكن ثانية، بس للأمانة المحل يعني مو على ذيك السمعة اللي له، او ان اليوم طبخهم كان لك عليه شوي. زي ما انتم شايفين هذا المحل يعني ممتاز بس مو ذيك السمعة يعني، كان شيء عادي يعني. جربنا محلات للأمانة في كامباتور ما هي مشهورة أفضل من كذا كثير. الشباب اللي يتابعونا من كامباتور عارفين سندرابروم برياني الأول توب التوب نبراس، فهذا مولك عليه. فناخذ رأي الشباب هنا ونشوف وش يقولوا. أبو حميد رأيك؟ هلا رأيك على المقطع؟ والله يا أخي ما بطال، لكن شنو ما زي كامباتور، ما بيجيب أكل تمنات يا زول والله. حذيفة رأيك ارفع صوتك. يعني ممتاز ممتاز امتياز. خالك الفيش ممتاز. الرز كيف؟ الرز والله ما تعبان. طيب الشباب قالوا الرز يعني لك عليه شوي، بس انه السمك يا جماعة الخير ما تطلبوا السمك أول مرة نجربه نحن هنا، فيمكن ما حلو شديد. السمك كويس. السمك جربنا السمك ممتاز، بس الرز لا، الرز شوي لك عليه. بس يعني اذا جيتوا جربوا يعني من له سمعة وقديم، فتعال جربوا، واذا لقيتوا ثاني واحد افضل من كذا فلكم عليه. طبعا جايه كانت زي ما انتم شايفين سيارة، فراح نجرب الركشة والتوك توك. يا سلام ماي فريند. السلام عليكم. وعليكم السلام. عجل يوتيوب. يا سلام صوت الركشة زي صوت الركشات هناك في درمان. جانسي يا معلمين، جانسي.
شباب طيبين. جوكية صح هنا. بس درايفر ان حيدراباد. يا سلام يا اخوان، شايفين الرذاذ؟ جو جميل، مطر، تو الواحد متغدي ومع ذا الوجه الجميل ورايحين البحيرة. شوف الاجواء. يلا نعم جد محمد امجد خوينا. ويا سلم يا سلم. مركز الدفع هنا طبعا بالجوال الاسكان. السلام خوينا امجد. Welcome. How much brother? 73. 73. Yeah. بقي لها 80. السلام السلام الجلاب يا عز الزول. زاد 700. اوكي براذر. وريني. Brother, one take selfie. بياخذ أوكي. سلمي معنا ابشر. One take selfie, brother. فرشور فرشور يا برادر. تشرفنا حبيبنا. نايس تو ميت يا برادر. ثانك يو. طبعا جينا هنا يا جماعه الخير. يا سلام، شايفين الرذاذ وحبة الفاصوليا هنا. يا سلام. والبيت الابيض. شايفين الاجواء كيف حلوه اليوم يا جماعه الخير. جمعه يا سلام. هنا حبحب، هنا مختص بالاندومي بس. المانجا، طبعا الموسم هذا موسم المانجا يا جماعه الخير. هنا بريد اومليت بس، ساندويتش بيض. شايفين كميه البيض، كميه التوست، ساندويتش بيض بس. اخذ لك واحد. ايوه هنا الشغل حق الهند بني بوري. الشغل النظيف ما شاء الله. شوف الكميه. عليه واحنا راجعين. عصير قصب بالسكر. يعني شفت الاماكن هذه كلها كشكات كذا، مويه، صودا، عصاير. ف يا جماعه الخير في شيء بقول لكم اياه. الرجال هذا يقول لي يوم تجي تصور لا توقف، كمل الفيديو بدون اي تقطيع بدون اي شيء. فايش رايكم بالكلام هذا؟ اصور لكم بالاسلوب اللي صور فيه ولا نسمع كلام الرجال؟ ايوه عشان تشوفوا الحياه الحقيقيه، يعني ياخذ الكاميرا ويتمشى 10 دقائق نص ساعه، عادي الفيديو يطلع ساعه، فانت تشوفوا الواقع حقيقه. ولكن بقطع ما بتلقطوا الحاجات كلها. هسه خليهم يدوك بنحاول اليوم نصور لكم كذا فلوج ظريف كذا، شيء فنان من الاخر. اعطونا رايكم برضه انتم. احد الحدائق المقابله المبنى حق البيت الابيض. نشوف ايش فيها. في مصور هنا يصور ذكريات يطبع لك. زي ما انتم شايفين هنا عندهم القوارب، ياخذ فيك دورة في البحر 15 دقائق كذا وترجع. ذاكرة من هنا يقول لك 50 100. طبعا 100 روبية تقريبا ما يعادل 5 ريال، فاحسبوها على كذا انتم. شايفين في صنم هناك علم الهند. في الاخير في الدخله قروشونا شويه في التذكره وكذا، ما عندهم ما يقبلوا الا كاش، فعلى الاونلاين والقروش دخلنا حصل المكان بس ذاك كذا، بس كذا. تبغى تجرب المراكب هذه ولا الله يستر عليك وعلى بركه الله الى الوجهه القادمه. بعد الخير الشباب جو هنا ياخذوا لهم صور مع البيت الابيض ذكرى وكذا للهند. بس المكان هذا ما في الممشى حق البحيره اللي صورنا لكم اياه قبل كم فلوج، و ناخذ لنا صور شوي هنا بعدها بنوجه. رابع واحد يتصور معنا اليوم ان شاء الله. هنا يا جماعه الخير سناك كذا خفيف، بصل وشنو ما عارف شنو لكن شنو شيء ممتاز شكله. وهذه البحيره زي ما انتم شايفين. يا سلام شوف التمثال هذا حقهم ما ادري حق ايش، بس ايش الهنود عاد عارفين انتم مع التماثيل كيف وضعهم. ماسك كتاب ما ادري ايش يقول. رب الكتب يا اخوان. ما تألف ساعة بالنسبه للهنود ما تألف عليه رب الكتب. ما تألف ساعة تحس في محكمة ولا مكتبة ولا ما تعرف شنو ذا. طبعا يا جماعة الخير بعد ما خلصنا وربطنا رجعنا البيت اخذنا لنا بريك كذا، طلعنا انا وخالك مصعب هنا
وين المول؟ مول شنو ما عارفين، لكن شنو؟ ناخذ لفه قصيره كذا في مول حيدراباد. اول مره نخش مول في حيدراباد، ركز يا جوا خالص. فشنو؟ ناخذ لفه بسيطه نشوف وكذا. طبعا ما تبدأ تدخل من المول ستاربكس ومحلات عالمية، أغلبية أسواق عالمية. أديداس هنا، سوبر ماركت الشهير حقهم. فللآن مول عادي يعني، عندنا زيه هناك في كمبيوتر. مبروك يا خالك يا ركز يا لكزس، ألف مبروك يا. راح ادينا يا سلام يا سلام. تفضل. المهم معرض حق عربات، شركات مختلفة، لكزس، مرسيدس، في شركات كذا ما نعرفها، شركات محلية. وما زالت البراندات موجودة. المول طلع 4 طوابق، نعم، أو 5 تقريبا. الأرض اللي جينا منه قبل شوي، والأخير دائما معروف في أي مول حق مطاعم. مع الأسف خسرت يا جماعة الخير. جينا هنا منطقة الألعاب، زي ما تعرفون الألعاب هذه حقت الحظ، تحاول تاخذ الكورة. برضو هنا في جوال وأجهزة ألعاب، أشياء كثيرة تشوفوها دائما، فالناس تحاول. هنا الكوينز، تحط كوينز لأنك جاتك الكوينز، لأنك جاتك الشوكولاتة وكذا. دور بلياردو، مو بلياردو عفوا، بولينج، بس مع الاسف شكله ما عندهم هنا. المنطقه حقتهم الالعاب هنا صغيره، فشكله ما عندهم بولينج. شفت لي واحده هناك هذه بس انها ماشي. فالمدينه هذه ما فيها بولينج، بس انه شيء ممتاز. هذه المنطقه حقت الالعاب، يقول انها حقت كبار، فما ندري. شوف عندهم هنا بولينج، سامع الصوت هذا؟ اتوقع كوفي، هذه الجهه كوفي. لا البولينج بنفسه هنا، البولينج ايوه. فتستكين هنا تلعب بولينج. هذه المنطقه في هذه الالعاب، في هذه هنا، وشويه العاب بسيطه. الاجمل في الموضوع البولينج. بنروح نشوف، نحاول اذا الزحمه مالك عليها نلعبها. يا جماعة الخير ما ادري، قالوا لنا انتظار 40 دقيقة، عندنا 2 بس اللي شغالة هنا، واعطونا لستة نسجل. ف 40 دقيقة ما ادري اذا بيكون موجودين ولا لا، بس بنشوف نحاول. اذا باقيين موجودين في المول بنرجع لهم ان شاء الله. طبعا يا جماعة الخير المول هذا حقهم، هذا كذا الشكل الكامل. ما صورنا لكم هنا منطقة المطاعم، اتوقع ما جيناها، بس انه منطقة المطاعم كأي مول كالمعتاد. بعض المطاعم البراندات تكون موجودة والمطاعم المحلية. فصدق يستاهل 8 من 10 المول، كتنظيم ترتيب، كوفرة براندات، وكجمال. يعني شايفين كيف التصميم حقه جاي كذا، والمكان حقه يعني في الهايتك سيتي في حيدراباد، يعني شيء جميل جدا صراحة. إذا جيتوا هنا لا تفوتوا فرصة انكم تجون هنا. اللي بيشتري، اللي بيتعشى، اللي بيلعب بولينج، بس حاول تجي بدري. سجلنا اسمنا رقمنا 21، فما ندري اذا بنلحق عليه ولا لا. وبس والله. بس يا جماعة الخير كذا هذا المول، هذا كل شيء. اتوقع حاولنا نغطي لكم، حاولنا نصور لكم اليوم قدر الاشياء اللي قدرنا نصورها، واتمنى انكم عجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناة، واكتبوا لنا افكار المقاطع الجاية نصورها هنا في حيدراباد. لايك، شير، سبسكرايب. سلام عليكم.